صباح الخير يا ماما. كنت محتاجاكي قوي النهارده وانا باخد قرار مصيري في حياتي. اسيب جوزي ولا ارمي عيالي، ولا احافظ على عيالي واسيب جوزي. ربنا يرحمك يا رب برحمته انتي وبابا، ويدخلك فسيح جناته. ان شاء الله ربنا يكون كريم معاكم زي ما انتوا اكرمتوني وربيتوني وانا صغيرة. بحبكم وربنا يرحمكم يا رب، وتطمنوا عليا. تربيتكم لسه مستمرية فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. يا رب تكونوا مطمنين عليا وتكونوا راضيين عني. بقالي كام يوم بحاول ان انا اخد القرار الصعب المصيري في حياتي ده، بعد مشاكل وحوارات كتير لمدة 10 سنين من وقت ما انفصلت من ابو الولاد. عايزة الفيديو ده يا جماعة يوصل يعني ترند النهاردة، لان الفيديو كان يعني عبارة عن رد مني على التنمر اللي انا تعرضت له الفترة اللي فاتت. انا اتظلمت الفتره اللي فاتت كتير قوي، والناس يعني ما سابتنيش في حالي. بقالي شهر تقريبا بتعرض لتنمر في كل حاجه. زي ما كان في تعليقات حلوه، كان في تعليقات تقيله وقاسيه. وما كنتش احب ان الناس تبقى عليا والدنيا عليا. بمنتهى البساطه الناس اللي كانت بتبعت تعليقات تنمر، اللي هو انتي عيشي مع ابولوجي، ظل راجل ولا ظل حيطة، سيبي عيالك لابوهم يشيل المسؤولية شوية. اتدبستي في المسؤولية سنين لحد ما دينتي نفسك. ما تعمليش 7 رجالة في بعض، ما تعمليش بطلة. وكان في برضو ناس بتقولي خليكي مع الولاد، الولاد احسن من الراجل، ولادك محتاجينك، بناتك كبروا. اسفة على القرار اللي انا خدته النهاردة، مش عايزة حد يزعل مني فيه. و... وانا مش بطلة ولا بستعرض ولا اي حاجة. انا بس كنت فاكرة ان الموضوع عبارة عن ان، او ببص للموضوع ان الاطفال ما لهمش ذنب ان هم يتأذوا بعد الانفصال. بشوف ان الست لما ترمي عيالها ده رمي ملهوش اي معنى تاني غير الرمي، لان اللي بيربطها بيهم فطرة ودم ولحم ومسؤولية. ولكن السيبان للزوج ده بيبقى ورقة طلاق، يعني اللي بيربط الراجل بمراته كلمة، غير الضنا. كنت ببص للقطة اللي وزنها 1.5 كيلو على الميزان، وهي كائن ضعيف ازاي بتحافظ على عيالها وبتجري بيهم من حيطة لحيطة. واستغرب ان في رجالة او ستات ممكن يكونوا بيرموا ولادهم بعد ما ربنا عطاهم كامل الصحة وكامل العقل وكامل الحياة والمادة وي وي وي. فالنهاردة انا خدت القرار بعد صلاة استخارة كذا يوم. قرار كان صعب عليا. بشكر ابولوجي جدا على وقفته معايا الفترة الأخيرة، وبقول له ان انا حاولت على قد ما اقدر ارضيك، وان انا بكل السبل ان انا اعيش معاك. ولكن القرار اللي انا خدته النهارده واللي هتسمعوه دلوقتي في مكالمة مع ابولوجي هو القرار النهائي في حياتي، وهو القرار اللي انا هكمل معاه او فيه الوضع الجاي ان شاء الله في حياتي. حطوا لايك للفيديو، ابعتوه على الفيس والواتس لكل حبايبكم. نفسي يطلع ترند عشان التنمر اللي انا اتعرضت له. ده رد فعلي عليه وده القرار النهائي ليه. وتعالوا نشوف المكالمة ونشوف القرار النهائي. الو ابو لوجي، انا خدت القرار خلاص. انا اخترت عيالي. سلام. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت،
ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر
بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الجسد، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، انا ضد الكاس، انا ضد الكاس، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ده قلبي من جوه، ده اللي بيديني القوه. في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الجسد، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، انا ضد الكاس، انا ضد الكاس، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا. هنا قلبي من جوه، ده اللي بيديني القوه. في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، وهو راهنوا عليك